عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل لكم بسبوسة حلوة قوي وسهلة وطعمها جميل. بصوا مرملة ازاي، بصوا الترميلة بتاعتها بثلاث مكونات بس، مش من غير الفرن. عاملاها على عين البوتاجاز وطعمها حلو وطعمها جميل جدا، هتعجبكم. واول مرة تشوفوني، انا امل بحب المطبخ، عملت قناة للطبخ والحلويات. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويلا بينا على الطريقة. تعالوا دلوقتي اقول لكم احنا المقادير بتاعه البسبوسه. نص كيلو دقيق سميد، دقيق اللي هو السيمولينا، دقيق البسبوسه. 3 معالق يعني نص كوبايه جوز هند، عندي نص كوبايه سكر، عندي 3 معالق كبار يعني كوبايه الا ربع سمنه. اي نوع سمنه كويس، يعني مش لازم سمنه بلدي، اي نوع سمنه كويس. عندي هنا كوبايتين سيرب اللي هو الشربات او الشيره، لازم يكون سخن ويكون خفيف. انا هقول لكم انا عملته ازاي. وعندي هنا معلقه فانيليا سائله، ويلا بينا احنا نشوف هنعمل ايه. انا نسيت اقول لكم الشربات او الشيره لازم يكون سخن، ما يكونش حتى دافي. انا هنا حطيت السمنه يا دوب، انا كنت مولعه عليها عشان تبقى الصينيه سخنه يا دوبك، بس ايه يعني هخليها ايه تسيح، مش عايزاها يعني تسيح قوي او تسخن، لا انا عايزاها بس تسيح. انا عندي هنا هضيف دقيق السميد او دقيق البسبوسه شويه بشويه، اكني بعمل بشاميل. انا موطيه على النار يعني، برضو هقلب لغايه ما كله يمتزج بالسمنه، الدقيق السيمولينا يمتزج بالسمنه ويشرب يعني يتشربها كله. احنا لو عايزين ننقلها في صينيه اكبر ننقلها عشان نعرف نتحكم فيها يعني. بس انا بالنسبه لي انا عارفه ان انا اتعامل. طبعا احنا مش هنقعد المده دي كلها على الفيديو، انا هطفيه وهوريكم بعد ما اللون ما يبقى، اللون بتاعها يبقى حلو. بصوا دلوقتي بدات تتشرب خالص، بقت عامله زي الرمله حتى. بصوا لو عملت كده اللون بدا يتغير. طبعا مش هسيبها لغايه ما تتحرق، ومش هستعجل عليها واقول لا كده كفايه، لا ليها. وان احنا نفضل شغالين كده تقليب ونار واطيه جدا عشان تطلع حلوه ويطلع اللون اللي احنا عايزينه. محدش يستعجل عليها. بصوا هي بتبقى اهم حاجه انها تبقى عامله زي الرمله، مرمله كده، تشرب السمنه كلها وتبقى مرمله بالطريقه دي. بصوا اكنها رمله، مش دقيق ولا سمنه، اكنها شكل الرمله. مش هنحط عليها اي اضافات خالص الا لما ايه يبقى اللون كله اللون الذهبي الحلو. بصوا اللون بدأ يتغير، بس برضو لسه مش هنستعجل عليها ونقول كده خلاص. هي بصي عاطيه للذهبي، الذهبي الفاتح قوي. انا عايزه الذهبي الحلو، ذهبي البسبوسه الحلو. احنا دلوقتي هنحط بقى اللي هي نص كوبايه جوز الهند او 3 معالق كبار جوز هند. انا بس غيرت المعلقه عشان خاطر تبقى ناشفه، اعرف اقلب واعرف ان انا اتحكم فيها يعني. والله انا شفت نوع حلوى في العراق زيها كده بالظبط، بس هما يعني مفرفته كده عامله زي الرمل كده، بس يعني لونها برتقاني اورنج، فاكيد حاطين عليها يا اما لون يا اما زعفران. متصوروش والله ريحه حلوه جدا لما ضفت جوز الهند على الدقيق. دلوقتي برضو هضيف نص كوبايه السكر كده، برضو هقلب، برضو مش هستعجل عليها خالص. اهم حاجه ان احنا ايه ما نستعجلش عليها ونفضل نقلب كده لغايه ما تدينا اللون. وكل برضو ما بقلب بتديني اللون الذهبي الغامق. بس انا اهم حاجه ان احنا نكون موطين عليها قوي، ما نستعجلش عليها، يا دوبك شمعه
يعني احنا نولع النار شمعة. بقلب كده اعرض الصينيه. بصوا بتديني اللون الحلو ازاي. انا هفضل لغايه ما تبقى كلها اللون ده، واللون بقى الذهبي الحلو اللي انا عايزاه. انا دلوقتي هضيف الشربات برضو شويه بشويه، كل الكميه بتاعت الشربات اللي هي الكوبايتين السكر على كوبايتين الميه. وقعدت سبتهم ما قلبتوش ولا جيت حاجه جنبه خالص. وبعدين لما غلى رحت موطيه عليه قوي، ورحت حاطه في الاخر خالص لما يعني عمل شربات رحت حاطه عليه معلقه فانيليا، او اللي هي معلقه فانيليا سائله، وحطيت عليه مكعبين زبده. ولازم يكون سخن، لازم الشربات يكون سخن. دلوقتي انا هفضل اقلب كده لغايه ما تتشرب الشربات خالص وتبقى معايا عجينه، عشان هي لو يعني لما تتشرب الشربات هتبقى استوت. انا ممكن في الاثناء دي اغطيها كده، اغطيها كده واسيبها لغايه ما تستوي. نضيف نص معلقه فانيليا سائله ونقلب كده. بصوا بتتقل ازاي، بصوا بتتقل ازاي. هو ده المطلوب، انا عايزاها تتقل وتشرب كل الشربات. وهغطيها واسيبها لغايه ما تستوي بقى. بصوا الجمال، بصوا المنظر، بصوا منظر البسبوسه، بصوا طريه ازاي ومسكت نفسها. انا سبتها على العين الصغيره كده، كان الشمعه يعني ما كانت شمعه، وحطيت تحت منها برضو اللي هي الشياطه بتاعه الرز. بصوا انا هسيبها دلوقتي لغايه ما تبرد خالص، يعني هطفي عليها وهسيبها لغايه ما تبرد عشان اقطعها واوريكم منظر البسبوسه وطعمها وشكلها عامل ازاي. اقطعها واوريكم. بصوا المنظر، بصوا القطعه مرمله جدا جنب. بصوا البسبوسه، بصوا طالعه عامله ازاي، مرمله وطعمها حلو اكنها معموله في الفرن. ولو اخدنا قطعه كده بالشوكه بصوا المنظر حلو قوي وريحه حلوه قوي ومرمله حلوه قوي. يعني بصوا من الجنب، بصوا من الجنب الحته المقرمشه بتبقى في اخر الصينيه، بيبقى طعمها تحفه وطعمها جميل. لو الفيديو فعلا عجبكم متنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. باي باي.